قبل ما ندخل بقى الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره بقى بتشوفوني ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتنضموا لعيلتنا الجميله. طبعا العيله بتاعتنا كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله، وده طبعا بفضلكم انتوا. النهارده بقى هنعمل روتين سريع. يعني الروتين اليومي بتاع كل يوم مفيش فيه اي افتكاسات ولا اي تعقيدات ولا اي حاجه. النهارده انا كنت في مشوار، رحت مشوار كده واتأخرت، وطبعا بقى ما أدراكم بقى ما المشوار بقى في الحر ده بيعمل ايه يعني. لكم أن تتخيلوا أصلا البهدلة اللي أنا شفتها النهاردة. بس ما علينا، يعني خلصت بقى المشوار بتاعي وجيت بقى على البيت، لقيت الدنيا طبعا كنت ماشية كان ولادي نايمين. طبعا ما هم ما بيصحوش غير بعد الظهر، فأنا ما بعرفش أظبط أي حاجة في البيت أو في غرف النوم بتاعتهم غير بعد ما يصحوا. وجيت بقى لقيت شوية مواعين صغيرين كده، وطبعا هما كانوا صحيوا الدنيا متبهدله طبعا ما اتظبطتش ولا حاجه. فقلت اول حاجه بقى قبل ما ابدا في الغدا ولا قبل ما ابدا في اي حاجه ادخل بقى المطبخ الاول اروقه، علشان لو المطبخ رايق يبقى البيت كله رايق. انا بالنسبه لي كده المطبخ مش رايق تبقى الدنيا كلها مش رايقه. لما شويه الاطباق اللي كانوا في المطبخ الاول بدات ان انا اغسلهم، علشان كده اروق الرخامات واروق الدنيا حواليا، عشان الاطباق ده هتبقى عامله لي قلق. وكمان مش عارف يعني ابدا في الغدا ولا كده، عشان طبعا هحتاج ان انا اغسل الخضار اللي معايا واغسل الحاجه اللي معايا. طبعا لازم يكون الحوض بقى نضيف مفيش مواعين ولا في اي حاجه. قلت الافضل بقى ان انا الم كل المواعين دي اغسلها الاول وارجع كل حاجه مكانها، وبعدين ابدا بقى ان انا اولع على الغدا. وعلى بال بقى ما الغدا بتاعي يجهز اكون انا ظبطت كده البيت وظبطت الشقه وروقت الدنيا حواليا. طبعا هم كانوا لسه صاحيين، فبقى ما عملتش فطار لاني بدات في الغدا على طول، فهم اكلوا كده فطار خفيف عبال ما انا اعمل الغدا. آه، بس كده يعني الجو حر اصلا يعني، والله حر بطريقه غبيه يعني. يا ريت محدش يطلع اصلا مشوار في الحر ده يعني خلينا قاعدين في البيت كده احسن، عشان بنطلع بره بنتبهدل. الجو حر نار والدنيا صعبه بجد. فزي ما انتوا شايفين كده بدات بقى اخلص المواعين اللي معايا. عايزه اقول لكم ان انا جيت من المشوار ده ما عملتش اي حاجه غير اني خدت دش غيرت هدومي دخلت. بدأت في الروتين بتاعي او بدأت في الغدا بتاعي كده يعني، ما قعدتش لان لو كنت قعدت بقى ثانية كنت احس بقى انا كسلت وعايزة انام والدنيا هتبوظ معايا. فقلت اخلص كده كل حاجة الاول، وبعدين لو خلصت بدري وعندي وقت ان انا انام ابقى انام مفيش مشكلة. البوتاجاز برضو لقيت مبهدل لان ما كنتش غسلته من يومين، كنت انشغلت كده عنه وكنت مكسلة، فقلت بقى اغسله بالمرة قبل ما ابدأ في الغدا، يعني عشان تبقى حاجة وخلصت منها. اديله كده غسله سريعه، وبعدين اولع بقى على الغدا بتاعي واشوف هعمل ايه. طبعا البوتاجاز ده المفروض من الحاجات الاساسيه او من الاساسيات اللي احنا بنعملها كل يوم، يعني ده حاجه اساسيه في حياتنا كده زي الاكل والشرب. لازم ان هو يتغسل ولازم ان هو يتنضف اول باول. فانا قلت بقى اغسله الاول كده يعني واخلص منه، وبعدين اشوف بقى هعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده اديته غسله كده محترمه، بس دي الغسله اللي هي العاديه بتاعت كل يوم، مش تنظيف عميق ولا حاجه. لان انا كنت لسه منضفه معاكم من قريب، كنت عامله تنظيفه عميقه كده محترمه يعني في الفيديوهات اللي قبل كده. بدات بقى ان انا انشفه، للاسف بقى ما لقيتش خل. جيت اجيب بقى نقطه الخل الاساسيه اللي هي بتلمع لي الدنيا دي، ما لقيت الخل خلصان وانا كنت ناسيه ان انا اجيب يعني. عشان كده احس ان هو مطفي يعني. انا عماله انشف فيه جامد بفوطه ناشفه علشان يديني اللمعه اللي انا عايزاها، بس للاسف ما فيش. ما علينا، هرجع بقى كل حاجه زي ما كانت واروح بقى اشوف هنعمل ايه الغدا بتاعي. عندي بقى لحمة هجيبها بقى اشطفها كده شطفة سريعة تحت الحنفية. طبعا احنا عارفين اللحمة ما بتتغسلش وما بتتنقعش، فانا قلت اديها شطفة كده بس سريعة علشان مكان بقى ايدينا والكلام ده. وما نقعتهاش ولا اي حاجة، اديت لها بس الشطفة السريعة دي وعلى طول ولعت عليها. طبعا عشان هي بتاخد وقت فقلت ابدأ بيها هي الاول. على بال بقى ما تكون هي استوت هكون انا خلصت كل حاجة ورايا. لكن لو انا استنيت لما اخلص واجي بقى ابدأ، فكده هيكون عدى وقت كتير جدا وهتأخر ومش هلحق اعمل. طبعا حلة بقى سخنة وشوية زيت كده سخنين او سمنة او اي حاجة عندك تكون سخنة كده، عشان اللحمة تاخد صدمة على طول. علشان لما تاخد صدمة على طول ما تنزلش بقى المية بتاعتها او تنزل السوائل اللي فيها، انا عايزاها تاخد صدمة اكنها بتتحمر كده على طول. واقلبها بقى على الناحية التانية علشان تبدأ ان هي تغير اللون بتاعها. بعد كده هنزل عليها بقى بالتوابل. عندي بهارات لحمة، عندي حبهان، عندي قرنفل، عندي مستكة،
فلفل اسود طبعا. كل التوابل اللي عندك حطيها. وحطيت بقى ليمون من اللي هو الليمون المجفف ده، بس ما كانش عندي للاسف ورق لورا فما حطيتش. واديتها بقى تقليبه سريعه كده عشان تاخد من طعم البهارات بتاعتي وريحه التوابل كده تطلع معايا. وبعد كده هنزل عليها بقى ببصلايه وطماطمايه متقطعين نصين او 4/4 زي ما انت عايزه. واديها برضو كده تقليبه. وطبعا كده لونها اتغير خالص زي ما انتوا شايفين كده. مني بشوحها ومني بحمرها في نفس الوقت. انا عموما ما بحبش اللحمه ان انا اعمل لحمه ان انا اجيب بقى ميه كده اغليها واروح منزله اللحمه فيها. لا، ما بحبش الطريقه دي ابدا. انا بحب لحمه، فراخ، بط، اي حاجه لازم ولا بد يعني التشويحه ده عندي اهم حاجه. لازم اشوح الحاجه الاول وبعد كده ابدا بقى ان انا اضيف عليها ميه والكلام ده. نزلت عليها بقى بميه سخنه، ولازم ميه سخنه علشان ما نديهاش صدمه كده من سخن لساقع مره واحده. لا، لازم بما ان اللحمه بتاعتنا على النار فلازم لما نضيف عليها ميه نضيف عليها ميه سخنه. خلاص كده حطيت عليها بقى الميه وغطيت عليها. ولقيت بقى عندي الرخامات كده مبقعه شويه، وقع عليها كده بقع كام حبايه سكر كده بقع مكان بقى الاستعمال. فجبت بقى الفوطه برضو بتاعتي وفضلت بقى لمع الرخامات كده علشان ما يلموش بقى دبان ولا اي ولا نمل ولا كلام من ده. دخلت بقى على اوضه الولاد، شايفين بقى عاملينها ازاي بهدلينها على الاخر. بطبق بقى المفرش اللي هما بيتغطوا بيها دي، بحطها لهم كده احتياطي عشان لو سقعوا بالليل ولا حاجه. على فكره انا ولادي كبار يعني انا بتكلم عنهم كده ممكن تفهموا انا بتكلم عن اطفال، لكن انا بتكلم على ولاد كبار يعني. انا ولادي مش اطفال قوي يعني فانا بظبط كده بقى على السريع. وهنا كنت جريت ليه بقى علشان كانت اللحمه بتاعتي وهي الشوربه بقى بتاعتها لما بتفور وقعت على البوتاجاز وانا سمعت الصوت فبسرعه جريت بقى هديت عليها وجيت كملت تاني. فانا بظبط بقى السرير كده بس مجرد ان انا بسوي الحاجه اللي قدامي او ان انا برتبها بس وخلاص. واكنس بقى الارضيه كده علشان لو في تراب او في فتافيت او في تراب او اي حاجه دخلت عشان البلكونه كانت مفتوحه. وبس كده هظبط بقى الاوضه دي. وكمان عملت الاوضه التانية نفس الكلام، بس طبعا ما صورتهاش يعني علشان ما اضيعش الوقت في الفاضي. هو اللي انا عملته في الاوضه دي عملته في الاوضه التانية. وبدات بقى ان انا اكنس الارضيه كمان من على الوش كده. طبعا ده الترويق اليومي اللي احنا كل يوم بنعمله. وكده خلاص خلصت الاوضه. دخلت بقى على الصاله، طبعا نفس الكلام. كان ولاد بقى اخواتي عندنا وكان في بقى شويه بهدله كده ولاد اختي بقى صغيرين اطفال يعني. فالاطفال دي طبعا بتبهدل وبتعمل فانا وانا بقى بنفض الكنب كده لقيت ورقتين متطبقين جامد كده وشكلهم غريب فكرت حد عامل لي عمل ولا حاجه وحطيتهم تحت حطيتهم تحت المخده او تحت المسند. فانا بفتحهم لانهم متطبقين بقى تطبيقه صغيره خالص يعني ايه اكنهم محطوطين كده عشان محدش يشوفهم. فانا استغربت اصلا يعني قلت ايه ده، شكلهم حاجه غريبه. فتحتهم لقيتهم ورق تافه يعني ملوش اي لازمه فرميته بظبط بقى كل حاجه مكانها. المخدات اللي الولاد موقعينها على الارض وكل الكلام ده. وبرضو التنفيذه السريعه وهكنس بقى الارضيه وخلاص على كده. طبعا الصاله ديت انا كنت فرشه فيها الاول حافظات، بس عشان الحر شلت بقى الحافظات وحطيت بقى هي الحصر البلاستيك دي. معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه، بنقول عليها حصيره بلاستيك يعني. فانا فرشتهم كده عشان يجيبوا طراوه شويه لان الدنيا حر زياده عن اللازم يعني. انما الحافظات كانت كاتمه المكان، خصوصا هي كانت داخله تحت الكنب وداخله تحت كل حاجه. فالسيراميك ده كله كان متغطي، ما كانش فيه اي فواصل خالص. فكانت الدنيا بقى كاتمه زياده عن اللازم. علشان كده احنا شيلناه في الكام يوم الحر اللي فاتوا دول. هكنس بقى الارضيه. والله كنتش لاقيه اتحرك اصلا ولا قادره ان انا يعني اشيل ولا احط. انا كل حاجه عملتها من على الوش كده وخلاص. يوم تاني بقى ابقى اشيل كل الفرش وكل الكلام ده وابقى اكنس بقى من تحته. خلاص خلصت كده. دخلت بقى تاني على المطبخ. بدأت بقى ان انا اعمل الرز. حمرت بقى شعرية، رز بشعرية يعني عادي جدا. بدأت بقى ان انا احمر في الشعرية بتاعتي، واول ما تاخد بقى اللون اللي انا عايزاه هنزل عليها بالرز.
انا بحب بقى لما انزل بالرز اشوحه شويه، بس للاسف المقطع ده اتحذف. يعني انا اتفاجئت ان التليفون ما كانش بيصور. انا كنت الاول يعني اول ما الشعريه خدت اللي ونزلت عليها بالرز، فضلت بقى اشوح فيه شويه كده لحد ما الرز بدأ ان هو يتغلف بالزيت والسمنه اللي انا كنت حاطاها محمره بقى الشعريه، وبعدين ضفت الميه وظبطت القعد بتاع الرز وكده خلاص. لكن المقطع ده اتحذف، فهو جو الرز عليه يعني بعد ما ضفت عليه الميه والكلام ده. اللحمه برضو شغاله اهي بتغلي زي ما هي، كانت لسه ما استوتش. وقلت بقى في الوقت ده اعمل لي بقى كوبايه قهوه كده اظبط الدنيا، عشان كده كنت فصلت خالص وكنت عايزه انام. وخلاص كنا دخلنا في العصر، وانا بالنسبه لي العصر ده هو وقت فنجان القهوه. انا بقى بحبش اشرب القهوه في فنجان، عشان ما تستغربوش انا بحب اشربها في كوبايه، وما بحبش اشربها في كوبايه صغيره لا بحب اشربها في كوبايه كبيره. لان ما بحبش الكوبايه مليانه، فانا لو شربتها في كوبايه صغيره يعني هتبقى مليانه، فانا ما بحبش اشرب في كوبايه مليانه. بحب اشرب الكوبايه تكون نصها. فانا بشرب بقى في المج ده بتاع الشاي العادي يعني، فانا بشرب فيه القهوه بتبقى جايه لحد نصه كده، او بتبقى كوبايه الا ربع، او بتبقى نص يعني على حسب. فانا ما بستمتعش بشرب القهوه غير كده. لكن الفنجان بياخد شويه صغيرين، فانا ما بقاش محتاجه شويه صغيرين، ببقى عايزه شويه كتار كده علشان انا بحب القهوه جدا. ده بقى شكل كوبايه القهوه بتاعتي. يعني ايه رايكم بقى؟ شايفين بقى الوش عامل ازاي؟ انا بحب بقى القهوه مظبوطه. قولولي انتوا بتحبوا القهوه بتاعتكم تشربوها ازاي؟ انا بالنسبه لي بحبها مظبوطه. فانا هنا كنت بعزم عليكم بقى فنجان القهوه اللي معايا او كوبايه القهوه اللي معايا اللي عايز يشرب يعني. خلصت بقى لا ما كنتش خلصت، كنت بشرب في كوبايه القهوه، وبدات اعمل بقى لسان العصفور. كنت حطيت بقى الرز، كان بدأ ان هو يتشرب، وهديت عليه حطيته على نار هاديه خالص بقى علشان يستوي. وعلى الناحيه التانية بحمر لسان العصفور. وبرضو معايا اللحمه شغاله زي ما هي كانت لسه برضو ما استوتش. لسان العصفور بقى خلاص خد اللون بقى اللي انا عايزاه، نزلت عليه بقى بكبشتين كده من الشوربه، واول ما يغلي كده غلوه هروح بقى مطفيه عليه ومغطياه، وهسيبه بقى على البخار كده يستوي عشان ما ينشفش معايا. ولما بقى وقت الغدا يجي او وقت ما يعني ما ابدا ان انا اغرف الاكل، هروح بقى مولعه عليه تاني عشان اسخنه، وضايفه عليه بقى مقدار الشوربه اللي انا محتاجاه. لكن لو ضفته من دلوقتي لسان العصفور هيشرب كل الشوربه اللي فيه. كده خلاص كان الغدا بتاعي خلص. الرز خلاص كان استوى زي ما انتم شايفين. لسان عصفور خلاص كنت طفيت عليه بقى، وكان شرب بقى بمقدار الشوربه اللي انا كنت حاطاه. هو كده تقريبا استوى، يعني وقت الغرف هزود عليه شوربه بس. اللحمه كمان كانت استوت وكنت طفيت عليها، وده كان شكلها. وده شكل الغدا بتاعنا بقى. بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى الروتين بتاعي يكون عجبكم، وبتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو. ولو ما عجبكوش برضه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، يعني اللايك مش هيخسركم حاجه يعني وبرحب برضو بكل الضيوف اللي دخلت عندي في القناه، الضيوف الجديده او اخواتي اللي دخلوا عندي في القناه. بقول لكم انتم على راسي من فوق، وربنا دايما يديمكم كده نعمه في حياتي.